السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة اقتصادية بلمسة سحرية. شوفوا جبت لكم واحد الطبق روعة روعة روعة. هذا الطبق كي يجوك ضياف تحمري به وجهك، كي يكون هكا عندك يعني كي تكون عندك مناسبة. انا نشفى هذا لو بلا درتو كي جات بابا وماما من العمرة. ربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ كامل الامهات والاباء، يعني كامل الامهات والاباء، وربي يبارك في صحتهم تاني. قلت لكم هذا الطبق يعني هذا الطبق سبيسيال، فهمتوني؟ يعني تحمري به وجهك كي تحطي هكا سورتو البنه. الاهم من هذا البنه هو صح فيه شويه تعب بيان سور، باسكو راح نطيبوا الروز وحده، راح نطيبوا الدجاج وحده، راح نديروا الخضره وحدها، نفوروها ونصوتيوها وحدها. فيه شويه تعب، مي صدقوني النتيجه روعه. كي تذوقوا المغرف الاولى راح تنسوا كامل هذاك التعب. لهنا واش عندي حبه قرعه، حبه زروديه، وشويه تاع الماشطو يعني حفنه صغيره. وبالنسبه للخضره لا كونتيتي تاع الخضره لهنا ديروا على حسب عدد افراد العائله تاعكم. يعني الا كان عندكم الغاشي حنعطي لكم حتى الكميه شحال تخرج لكم. انا هذيك الحبه تاع البطاطا وحبه زروديه وحبه قرعه وشويه تاع الماشطو دارت لي حوالي كات اسيات. يعني نتوما يعني 4 اسيات، يعني لا باس بهم. دوك شفتوا لا فيديو كيفاش هذوك لي زاسيات معمرين، والحمد لله اللي ياكل اسيات يشبع، باسكو فيها البولي وفيها الخضره وفيها الروز، يعني الطبق متنوع كامل. قلت لكم راح نعطيكم حتى لا كونتيتي. فوالا شوفوا لهنا واش درت. اول حاجه درت الماشطو وزروديه، درتهم يفوروا وحدهم، ما حبيتش ندير فوقهم البطاطا والقرعه، باسكو البطاطا والقرعه كيما نعرفوا ما يطولوش في الطياب، ولو كان نديروهم يطلقوا الماء تاعهم يتحرحروا فوق الخضره الاخرى ويخسروا لنا كاع الشكل تاعها. درتهم يفوروا كي فاروا، رحت عاود قليتهم بليزي بيس، راني كتبتهم لكم يعني على الشاشه. درتهم يفوروا ومن بعد زدت نحيتهم، يعني درت كل واحد وحده، ومن بعد رحت درت البطاطا والقرعه يفوروا وحدهم، رحت هذوما خليتهم يفوروا. رحت جبت الطنجره تاعي، درت فيها شويه زيت الزيتون ودرت فيها نص مغرفه تاع زبده. الزبده هنا الا كانت عندكم تاع البقره يعني ديروا حاجه صحيه، زيت الزيتون ولا زبده ولا زيت زيتون وزبده كيما درت انا، وخلطتهم خليتهم حتى دابوا. ودرت حوالي 2 حفنات، انا كنت ندير بيدي انا 2 حفنات، يعني انا هذا هو العبر اللي ما فنديرو 2 حفنات في كاس روز. نتوما تاني ديروا هكا باش ما تجيكمش بزاف الفيرميسال. كاين يدير نص كاس ومن بعد تلقاو الفيرميسال تغلبت كما كاين بلدان اخرى يقولوا لها شعريه، تلقاو الفيرميسال هذه تاعكم لا شعريه هذه تغلبت على الروز. انا واش ندير؟ نحكم يدي ندير 2 حفنات يعني كافيين. اكو شفتوا في لا فيديو كيفاش يجي نص تاع الروز ونص تاع الفيرميسال تاع الشعريه، شغل يجي مخلط. ما تكتروش الفيرميسال، ديري غير 2 حفنات وكاس روز. هذاك الكاس تاع الروز شمختو لو طون اللي نروح نقلي فيه هذيك الفيرميسال تاعي. نعطيكم ملاحظه، الا كان رز بسماتي كيما انا عندي رز بسماتي، الا كان كاس روز تاع بسماتي ديروا له 2 كيسان تاع ما، الا كان اي نوعيه روز واحده اخرى ديروا لها كاس ونص. وكاينه حاجه واحده اخرى بالنسبه للرز تاعكم، الكميه تاع الماء يكون دافي، من الاحسن يكون دافي. قليت هذيك الفيرميسال تاعي، قليتها بيان حتى حمارت لي، ومن بعد درت هذاك الرز الثاني قليته معاه يشرب كاع هذيك الزيت. من بعد درت الماء تاعي، الماء تاعكم يكون دافي. فوالا راهو كلش واضح في لا فيديو. هنا كي يبدا يغلي لي وينشف لي الماء نقص ابتي في النار، نقص لها كامل. هنايا شوفوا، وكي تحطوا الروز تاعكم ما تمسوهش كامل، وكي ينشف لكم كاع يتكمل الماء خلطوه تخليطه واحده كيما ندير انا بسباتول، يعني بالمغرف تاع الخشب ولا بسباتول، خلطوه بيان وعاودوا غطوا عليه وخلوه يعني ابتيف، حسبوا له 10 مينوت وطفيوا كاع النار، وزيدوا خلوه في هذيك لافابور تاعو. ما تخافوش ساعات يبان لكم او خضر، بصح لا من هذيك لافابور ما تحلوهش كاع حتى تجوا تقدموا البلا هكذا باش يطيب لكم تخي بيان الرز تاعكم. رحت جبت هذيك المقله تاعي، درت فيها زيت الزيتون، درت فيها شويه فلفل الكحل. بالنسبه للتوابل ما تكتروش على راس المغرف صغيره. دائما نقول لكم الاكلات تاعكم ما تكتروا لهمش توابل، قد ما تكتروا لهم التوابل. ما تقولوش كي نكتروا التوابل راح تجي الماكله بنينه، بالعكس راح تصمطوا الماكله وراح تخسروا كامل هذوك الكو كامل يخسر.
واش درت زيت زيتون، درت الخضره تاعي اللي هي المشطو اللوبيا الخضراء مع زروديه، ودرت فيها شويه فلفل الكحل، شويه تاع الكمون على راس المغرف صغيره، وشويه كاري الدجاج. لهنا ما عندكمش كاري الدجاج ديروا خلطه الدجاج، ما عندكمش خلطه الدجاج عوضوها باي ايبيس، اي ايبيس نتوما تحبوه. فوالا خلطتهم تري بيان، درتهم في المقله خليتهم. وهنا ما تروحوش تحطوها وتروحوا، لازم تقعدوا تحركوا وتعاودوا تحركوا وتعاودوا تحمر شويه. وبالنسبه نعطيكم تاني حاجه واحده اخرى بالنسبه للخضره، كي ديروها تفور ما تخلوهاش حتى تحرحر لكم من داك طلعوا عليها عفوا من داك طلعوا عليها، يعني شغل خلوها بريسك نص طياب، باسكو هذيك الخضره كي تقعد في هذيك لافابور راهي تزيد طيب، اي حاجه ديروها راهي تزيد تطلق يعني من هذيك لافابور راهي تكمل طيابها. فهمتوني؟ جيسبر راكم تفهموا شغل راني نسي نوصل لكم المعلومه، يعني كيما نقولوا باش تفهموا تري بيان. فوالا ولا هنايا رحت كملت بعد ما فارت لي البطاطا تاعي مع القرعه، درت لها نفس التوابل اللي درتهم في الزروديه والماشطو. فوالا نفس التوابل، ويعني درتهم في المقله كيف بزيت الزيتون. في الاخير رشيتهم بالمعدنوس. صدقوني تقدروا تاكلوا البلا هذا وحده بلا ما تضيفوا الرز، بلا ما تضيفوا الدجاج. بالنسبه للدجاج انا درت له هنا بولي، ديجا راني درت لكم في لا فيديو من قبل، درت لكم البولي محمر كيفاش يكون في لاكوكوت ويجي بزاف بنين. انا عاودت درت لهنا البولي محمر في الكوكوطه، وقدمته مع الرز ومع الخضره ديالي. وقلت لكم تاني في بلاصه البولي تقدروا ديروا يعني في بلاصه يعني افخاذ تاع الدجاج لي كويس، في بلاصه لي كويس تقدروا ديروا دي سكالوب، دي ترونش تاع سكالوب، ولا تقدروا ديروا دي فيوند، دي بول تاع لي فيوند. يعني هاد البلا مع من تقدموه، راني نعطيكم برك هكا كيما نقولوا لمحه. تقدروا تقدموه مع دي فيوند هكايا، ولا تقدروا تقطعوا بتي كوبي هذاك السكالوب تاعكم وتمارينيوه وتحطوه. يعني الافكار نتوما ديروا الافكار كيما حبيتوا. تقدروا حتى تقدموا الروز فقط مع الخضره، صدقوني ماشي لازم يكون الدجاج. انا درت الدجاج باسكو ولادي شغل ما يحبوش ياكلوا الخضره، سما شغل لازم ياكلوا الدجاج مع الرز. سي بوغ سا درت الدجاج. انا ساعتها كان نقدر ندير غير الرز مع الخضره. فوالا واش قلت لكم صدقوني هذه الوصفه سهله وصح تشد شويه الوقت، مي البنه رائعه. والاهم دائما كيما نقول لكم الاهم من هذا شغل حاجه صحيه، راكو تاكلوا حاجه صحيه. بيان سور رانا ناكلوا في الخضره، ناكلوها مفوره فيها زيت الزيتون، الثوم، التوابل تاني ملح، تاني البولي تاعنا قلت لكم، والروز تاني غني بالفيتامينات. قلت لكم تاني حتى الرز الا كان عندكم هذاك الرز الصغير، ولا كاين عده انواع تاع الرز، هذاك الرز البني كامل يعني الانواع تاع الرز ديروهم بهذه الطريقه. شوفوا لهنا كنت دايره ديجا شويه مايونيز، راني نوري لكم انا هنا هذا لو بلا تاعي كيفاش نحب ناكل الرز تاعي، نحب ناكله بالمايونيز ماشي بهذيك لاصوص تاع البولي، العكس كيما نقولوا تاع اولادي والاخر يحبوا هذيك لاصوص. شوفوا كيفاش جا الرز، جا كيما نقولوا طيب حبه على حبه. حتى هنا البولي تاعنا راني دايرت لكم ديجا كيما قلت لكم لا فيديو تاع البولي كيفاش طيبوه في لاكوكوت، يجي روعه. شوفوا كيفاش يجي مشمخ، يجي حتى الرز شوفوا جا مدهون بيان، جا طايب بيان. صدقوني وصفه سهله وبسيطه، نتمنى تجربوها. ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا جام وبارطاجوا ماكسيموم. صدقوني انا ولا راني نتعب باش يعني ندير لكم لا فيديوهات اللي يساعدوكم نتوما واللي يعجبوكم، ونوصل لكم غير الحاجه اللي تعجبكم. سلام عليكم، الى فيديوهات اخرى ان شاء الله.